السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فاليوم جبت لكم خبز طوط تحت واحد الطلب ديال واحد المتتبعه ديالي بواحد الطريقه سهله وبلا بيض وبدون دقيق ابيض، وخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فاول حاجه البنات كناخذوا واحد المول اللي غنعجنوا فيه العجينه، كنديروا فيه واحد المعلقه كبيره ديال الحليب غبره، واللي ما عندهاش حليب غبره تاخدي نص كاس ديال الحليب، وعدي الخميره وشويه ديال السنيده تقدري تعوضيها بالعسل، وعندنا واحد شويه ديال الملحه صافي. وغنزيد عليهم واحد الكاس تاع الماء دافي، وغادي نخلطهم واحد باش يتجانس ليا هذاك الخميره مع ديك السنيده والحليب صافي. مباشره البنات غادي ندوز باش غادي نبدا ندير في الدقيق ديالي، ما غنخليهاش حتى تخمر هذيك الخميره مع السنيده. مهم مباشره غادي ندوزو باش غنبدا ندير في الدقيق. هنا البنات غادي نحتاج واحد 6 الكؤوس ديال الدقيق كامل. مهم هنا البنات راني غربلته من النخاله ديالو حيدتها صافي. غادي نبدا نجمع في العجينه ديالي بالماء يكون دافي صافي. غادي نحاول انني نجمع هذيك العجينه صافي. كما كتشوفوا هنا البنات راه بالنسبه للكاس العبار ديالو راه تقريبا هذاك الكاس ديال العنبه هو اللي كنعبر به صافي. البنات هنا غادي نبدا نجمع في العجينه ديالي بالماء دافي كما كتشوفوا صافي. غادي نحاول انني نبدا ندير بالماء غير بشوي بشويه وانا تنعجن وصافي. غادي ندير على سطح العمل من بعد ما غادي نجمع هاد العجينه، غادي ندير على سطح العمل باش ندلكها مزيان. ضروري البنات ندلكوا العجينه مزيان كما غتشوفوا. غير خليكم مع الفيديو البنات باش تشوفوا الطريقه مزيان صافي. هنا كما كتشوفوا غادي ندير على سطح العمل باش غادي نبدا ندلك فيها. غنحاول انني ندلكها مزيان عاد باش غادي نزيد عليها تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت العود صافي. غادي تقريبا انا راه عيني ميزاني، المهم تقدري ديري نص كاس ديال الزيت. غنحاول انني ندخلو في هذيك العجينه مزيان ندلكها حتى يدخل فيها هذاك الزيت وصافي. من بعد البنات غادي نجيب هذاك المول اللي كنت عجنت فيه في الاول، غادي باش ندير فيه هذيك العجينه ديالي باش نخليها باش تخمر. المهم البنات ضروري ان نخليوها تخمر مزيان، قد ما خليناها كتخمر كيجينا الخبز زوين وصافي. البنات غادي نغطيها ونحطها حتى تخمر. هنا البنات بعد ما خمرات غادي ندوز باش غادي ندهن المول ديالي بواحد شويه الزيت البلديه، وغادي نرشوه بالدقيق ديال القمح كامل وصافي. البنات غادي نحاول انني نجيب هذيك العجينه ديالي باش غادي نخرج منها هذاك الهواء كما كتشوفوا. غادي نحاول انني نشكلها على شكل المول باش نخرج منها داك الهواء صافي. غادي نهزها باش نحطها في المول صافي، وغادي نخليها حتى تخمر مزيان طلع عاد باش غادي نرجع معاكم وصافي. هنا البنات بعد ما خمرات جبت واحد صفار بيضه درت فيه واحد شويه ديال الحليب صافي، وغادي ندهن به الوجه ديالها من الفوق صافي. وغادي نرشها بواحد شويه ديال الجنجلان وخلطتهم مع شويه ديال الشوفان. المهم البنات اللي عندها متوفرين الزرارع كاملين تقدري ديريهم بحال زرعه الكتان، تقدري تخلطيها مع الجنجلان والشوفان وصافي. هنا البنات راني غادي نرشها مزيان بهذاك الزرارع صافي، وغنكون دايره الفران ديالي سخن من قبل وغندخلها باش طيب صافي. بعد ما كطيب غادي نشدها البنات، غادي ندوز باش غادي نقطعها معاكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجي. الصراحه كيجي مهويه وكتجي زوين بزاف هذا الخبز صراحه وناجح 100%. كنتمنى تجربوها البنات صافي. هنا البنات راني كنوريكم كيفاش كيجي صراحه كيجي مهوي، غادي ينفعكم بزاف مع وليداتكم في المدرسه ان شاء الله. الوليدات اللي ما تيبغيوش يفطروا بالخبز هذا غيجيكم احسن وصحي في نفس الوقت صراحه. كما كتشوفوا كيجي واعر، كنتمنى تجربوه
وبحال الناس اللي باغيه تبدا الريجيم ديالها حتى هو راه زوين وصحي. وهنا راني قطعته كما كتشوفوا. صراحه واخا قطعته انا باقي سخون. بالنسبه لكم البنات نتوما عندكم الوقت تقدري تخليه حتى شي ساعتين ولا 3 السوايع حتى يبرد على خاطرو، عاد دوزي باش تقطعيه. ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات ديالكم والضغط على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ومع السلامه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.